هلو هلو، انا بوسي طه هعمل معاكم النهارده احلى رز بشعريه ممكن تعملوه في حياتكم. وهقول لكم كل الخطوات اللي انتوا تعملوه بيها صح. وهقول لكم ازاي يطلع معاكم مفلفل وخطير كده وما يبقاش معجن معاكم ابدا. ولو طلع معجن معاكم هقول لكم ازاي تعالجوه. بس بجد مفلفل وخطير ازاي. يلا بينا نبدا مع بعض الطريقه. اول حاجه هنزل بشويه كده من الزيت حلوين. في البداية كتروا الزيت شوية علشان خاطر الشعرية تتحمر معاكم بسرعة، وعلشان خاطر الشعرية تطلع معاكم كلها لون واحد. ولو حسيتوا بعد كده ان الزيت كتير ممكن نصفيه عادي جدا بعد ما نحمر الشعرية والرز مع بعض ونصفي كمية الزيت اللي متبقية. اهم حاجة في الخطوة دي بقى النار بتبقى عالية، وايديكوا بتفضل تقلب كده باستمرار ما بتغفلوش عنها ابدا، علشان خاطر تتحمر معاكم بكل سهولة وتبقى كلها لون واحد ما يبقاش لون ولون بالشكل ده كده. وافضل اقلب فيها كده باستمرار. اول ما تبدأ تاخد معاكم اللون الخطير ده كده بيبقى تاني لون من درجات الذهبي، ببدأ انزل بقى بالرز بتاعي. انا بضيف كمية الشعرية بتكون اكتر من كمية الرز. لو انتوا مش بتحبوا الحركة دي ممكن تخلوا الكمية بتاعة الرز متساوية مع كمية الشعرية على حسب ما انتوا بتحبوا. بس عشان يطلع معاكم بالمنظر ده انا بكتر الشعرية كده حاجة بسيطة عن الرز. هبدأ انزل بقى ورقتين كده من اللورة وعود من القرفة. في الوقت ده بشوح في الرز يجي 3 دقايق كده على النار على نار هادية، علشان خاطر ما ياخدش معايا لون. اهم خطوة ان انتوا تشوحوا فيه كتير جدا علشان خاطر يديكوا التست اللي احنا محتاجينه. وعايزة اقول لكم بجد ان الحركة دي بتفرق معاكم جدا في الطعم، ان انتوا تشوحوا كده الرز لحد ما يوصل معاكم للون الابيض الخطير ده. هبدأ انزل بقى بمعلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم كده كويس جدا مع بعض بالشكل ده. هبدأ انزل عليهم بقى بمية مغلية، لو انتوا عندكم شوربة ممكن تضيفوا شوربة. لكل كوباية رز مصري بنزل بكوباية وربع مية، ولازم تكون المية مغلية كويس جدا. لو مش موجود شوربة ممكن تضيفوا مية عادي جدا وبجد بيبقى طعمه خطير. اهم حاجة ان الشوربة او المية اللي انتوا هتضيفوها لازم يكونوا مغليين كويس جدا. في الوقت ده بقى ببدأ اهدي عليه كده، اول ما احس ان هو بدأ يتشرب معايا بهدي النار خالص، بخليها شمعة كده صغيرة خالص علشان خاطر يستوي براحته، وكده هيديكوا تست اعلى. وكل ما الرز يستوي على نار هادية بجد بيديكوا نتيجة احسن. هنا كان الرز خلاص اتشرب معايا المية خالص، ببدأ ان انا اقلبه كده تقلبتين من فوق لتحت كده، واتأكد ان انا قلبته كويس جدا مع بعض. كل شوية كده بفتح اقلبه بالشكل ده. هقلبه وهغطي بقى عليه وهسيبه يستوي لحد ما يستوي خالص على نار هادية. اهم حاجة لازم يكون على نار هادية. هنا خلاص الرز بتاعي دخل على سوا. بصوا بجد مفلفل ازاي وخطير. عايزه اقول لكم بقى لو انتوا في نص السوا حسيتوا ان الرز محتاج شوربه ممكن تضيفوله، بس بتضيفوا كده كميات قليله، ما بتنزلوش بكميه الشوربه او الميه مره واحده علشان خاطر ما يعجنش معاكم. طب لو حسيتوا ان الرز استوى معاكم بزياده او عجن معاكم هتضيفوا رغيف من العيش البلدي، وهتسيبوه لحد ما يمتص كل الشوربه الزياده او الميه الزياده اللي انتوا حطيتوها لمده 5 دقايق، وهتحسوا ان هو خلاص امتص كل الشوربه والميه دي، والرز هيرجع معاكم تمام. وبكده اكون قلت لكم كل التكات والاسرار بتاع الرز بشعريه، وازاي يطلع معاكم خطير ومفلفل وباللون الخطير ده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وكومنتات كتير، وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.